ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. بصوا، انا المره دي طالعه مش بتكلم بقى ولا في شغل ولا في اي حاجه. انا عايزه اتكلم على حوار الجدري المائي اللي منتشر في المدارس بطريقه رهيبه. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ يعني الحوار ده بجد انا عرفته بالصدفه. الموضوع طلع منتشر في كذا مدرسه. انا بنتي في اولى ابتدائي، المدرسه بتاعتها فيها كميه محترمه. كذا مدرسة على المنطقة كلها. بجد فيها عدد كبير. فالموضوع تفاصيله ايه؟ ايه الشكل بتاعه؟ ايه اللي المفروض الاحتياطات اللي نعملها مع الاطفال؟ كلام كتير جدا. عملت الفيديو ده بس عشان حرصا على اطفالكم مش اكتر. هنزل لكم الفيديو كامل تقدروا تشوفوه. وربنا يحفظ اطفالنا بجد. ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. بصوا، انا بتكلم النهارده على الحوار ده مش عشان والله اعمل دوشه، ولا ان انا انشر الموضوع، ولا كل الكلام ده. هو اوريدي اصلا منتشر. بس بجد انا مصدومه من العدد اللي كبير جدا في المدارس. وعايزه اقول لكم ان في مدارس كمان قالوا ان الحوار ده منتشر من الترم الاولاني. فالموضوع عبارة عن ايه؟ هما بيقولوا او اللي منتشر ما بين الناس ان ده جدري مائي. جدري مائي طبعا احنا عارفين كلنا شكله، اللي هو بيكون حبوب كده عاملة مية، وبتبقى في الوش وفي الجسم كله. وطبعا احنا عارفين انه معدي، يعني ده حاجة لا شك فيها يعني. الفكرة كلها ان احنا عارفين ان ده بياخد وقت يعني وبيروح من الطفل. ولكن احنا كان بيجي لعيالنا ما كانش بيبقى منتشر بالطريقة الكتير دي. آه، طيب هل هو جدري مائي ولا ايه بالظبط؟ احنا مش عارفين. هي الفكرة كلها ان هو شكل الحبوب زي الجدري المائي بالظبط، وان هو معدي بطريقة رهيبة، يعني معدي جدا. المدارس فيها اعداد كبيرة جدا. طبعا انا بكلمكم احنا في اسكندرية، يعني الكلام ده على مدارس اسكندرية. الله اعلم المحافظات التانية ايه. ولكن المدارس حتى اللي هي المدارس الكبيرة الانترناشونال اللي ليها اسامي كبيرة برضو فيها عدد كبير. زي ما بقول لكم هو عبارة عن حبوب اللي هي بتبان زي الجدري المائي، بتبقى حباية كبيرة وفيها اللي هي فيها السائل بتاعها المية ده. معدي جدا. طبعا المدارس، وطبعا اولهم المدرسه بتاعت بنتي، مش ساكتين. جابوا دكتوره من الوزاره وبتكشف كل يوم على الطلبه. ولكن كل يوم بيطلعوا حالات. كل يوم بيطلع في حاله ظهرت. طيب هل هو جدري مائي ولا ايه بالظبط؟ احنا مش عارفين. هي الفكرة كلها ان هو شكل الحبوب زي الجدري المائي بالظبط، وان هو معدي بطريقة رهيبة، يعني معدي جدا. المدارس فيها اعداد كبيرة جدا. طبعا انا بكلمكم احنا في اسكندرية، يعني الكلام ده على مدارس اسكندرية. الله اعلم المحافظات التانية ايه. ولكن المدارس حتى اللي هي المدارس الكبيرة الانترناشونال اللي ليها اسامي كبيرة برضو فيها عدد كبير. زي ما بقول لكم هو عبارة عن حبوب اللي هي بتبان زي الجدري المائي، بتبقى حباية كبيرة وفيها اللي هي فيها السائل بتاعها المية ده. معدي جدا. طبعا المدارس، وطبعا اولهم المدرسه بتاعت بنتي، مش ساكتين. جابوا دكتوره من الوزاره وبتكشف كل يوم على الطلبه. ولكن كل يوم بيطلعوا حالات. كل يوم بيطلع في حاله ظهرت. زي ما بقول لكم هو منتشر جدا جدا في الابتدائي بالذات. الفترة العمرية دي من اولى ابتدائي لغاية 6 ابتدائي الموضوع منتشر ما بينهم جدا. لان انتوا عارفين هما ما بيعرفوش يعملوا ليميت على التصرفات بتاعتهم، يخلي بالهم. فبيلعبوا مع بعض، بيتاتش بعض، بيلمسوا بعض وهم بيلعبوا، بياخدوا من بعض حاجات. فالموضوع منتشر جدا في ابتدائي. المفروض ان احنا نعمل ايه الاحتياطات اللي نعملها؟ المفروض ان احنا نخلي او نوعي عيالنا ما ياخدوش حاجة من حد. لو شافوا اي حد فيه اثار الحبوب دي في وشه، في ايده، في رقبته، في اي حتة، يحاول ان هو يتجنبه، يبعد عنه، بلاش يلزق فيه، وبلاش ان هو يتعامل معاه. والاحسن لو انتوا ظهر عندكم ده في المدرسة بتاعتكم، الاحسن ان انتوا تخلوا الاولاد ياخدوا اجازة الفترة دي لغاية الامتحانات.
فالاحسن ان هم ياخدوا اجازه لغايه فتره الامتحانات، وده وقايه وامان ليهم. انا زي ما بقول لكم انا مش عامله الفيديو ده عشان ترندات ولا اي حاجه، بس الموضوع بجد مخيف. العدد كتير في كذا مدرسه، فالموضوع بقى بجد ازمه. في اولياء امور مش عارفين حاجه، يعني في اولياء امور مش حاسين يا عيني ومش اخدين بالهم. حاولوا ان انتوا تسالوا اولادكم هل في الفصل بتاعكم في زمايلكم فيهم حبوب في وشهم في ايديهم. لو لقيتوا الموضوع كده حاولوا تسالوا المدرسه وتستفسروا منهم. ولو لقيتوا ان في عدد كبير في المدرسه حاولوا ان انتوا تخلوا الاولاد يقعدوا اجازه لغايه الامتحانات. امتحانات اولى ابتدائي تقريبا من اول 11/5 اللي هو المبدئي او التجريبي. فربنا يحفظ اولادنا كلها ويبعد عنهم اي سوء، وربنا يشفي اي طفل برضو مريض او اتصاب، ربنا يعافي.